يبدأ فيلمنا مع ست كبيرة في السن قاعدة في جنينة بنتها في ساعة روقان وفي جو هادي بتاكل أكلتها المفضلة وبتستمتع بالشمس. بيفصلها صوت باد جارها اللي بينادي على شخص اسمه ستريت، فبترد عليه وهي متعصبة وبتقول له ما تعملش دوشة محدش عندك. وروز بنت ستريت مشيت من ساعتين، فبيقول لها انت هبله ولا ايه؟ هو انا كنت بنادي على روز ولا على ستريت؟ فبتقول له ما انا ما شفتش ستريت النهارده وعلشان كده اتكلمت عن اللي شفته. فبيرد وهو متضايق من غبائها وبيقول لها خليكي في حالك، انا اصلا ما سالتكيش. وبيتجاهل وجودها خالص وبيخبط وهو بينادي على ستريت، لكن مفيش اي حد بيرد عليه. فبيستغرب وبيلف حواليه البيت وبيفضل ينادي وهو حاسس ان في حاجه غريبه، وده لان مش من عاده ستريت ان هو يمشي من البيت في الوقت ده، وعلى الاغلب ستريت ما بيسيبش بيته. وبعد دقايق بات بيسمع صوت ستريت وهو بيرد عليه وبيقول له يدخل من الباب الخلفي. ولما بيدخل بيتفاجئ بان ستريت مرمي في الارض، فبيتخض وبيتكلم بصوت عالي وبيساله اللي حصل. في الوقت ده دروس اللي هي الست العجوزه اللي كانت في الحديقه بتيجي على صوت باد العالي وبتقلق على ستريت، وبتبقى عاوزه تتصل بالاسعاف بس ستريت بيمنعها وبيقول لها ان الموضوع مش مستاهل ان هي تجيب الاسعاف. في الوقت ده بتيجي روز بنت ستريت وبتصدم من اللي بتشوفه وبتبص لدروس وباد بشك وبتقول لهم هو انتوا عملتوا ايه في ابويا؟ وبتبقى لسه تنهار بس ستريت بيقوم من مكانه وبيقول لهم مالكم كبرتوا الموضوع ليه كده؟ كل الموضوع ان انا حسيت ان انا دايخ وعشان كده ريحت في الارض شويه، بس على العموم يعني انا زي الفل حتى اشوفه. وبالرغم من ان ستريت بياكد لروز انه كويس، لكنها بتصمم انها تعمل له فحوصات علشان تطمن عليه. وبيبقى واضح كده ان روز بتخاف جدا على ابوها، خصوصا يعني ان هي ملهاش غيره. هتقول لي يا مروان طب ايه اللي حصل لعيلتها؟ هقول لك يا صديقي هنعرف في السكه واحنا ماشيين. المهم ان بعد الفحوصات الدكتور بيقول لستريت ان حالته صعبه، وده لانه عنده مشكله كبيره في اعصاب رجله ولازم يعمل عمليه علشان حالته ما تتدهورش اكتر، وبعد العمليه هيحتاج كرسي متحرك. بس ستريت بيرفض ان هو يعمل عمليه، وده لانه بيخاف من الجراحه. وبنعرف انه لما قال لروز انه كان بيريح في الارض كان بيكذب عليها علشان ما تقلقش عليه، وده لانه فعلا تعبان. وبيحاول الدكتور يقنعه بكل الطرق ان هو يعمل عمليه، لكنه بيرفض وبيمشي وبيسيب العياده وهو مصمم ان هو مش هيعمل عمليه. وبما ان روز ما دخلتش معاه وهو بيكشف بيكذب عليها وبيقول لها الدكتور قال ان هو كويس، بس من جواه بيبقى قلقان على روز وطول الوقت بيبص لها بحزن وبيفكر هيسيبها لمين لو مات، خصوصا ان روز عندها اعاقه بتخليها بتتكلم بصعوبه وده مخليها عرضه للتنمر من اللي حواليها. وبيبقى ستريت متضايق قوي لانه غير حوار رجله فنظره كمان بيضعف ومع الوقت ممكن يصاب بالعمى، وقتها هيبقى عبء على روز. واتصال لستريت وبترد روز على التليفون وبتتفاجئ لما بتعرف ان عمها جات له جلطه، وهنا بقى ستريت بيصدم لدرجه ان هو مش بيرد وبيحس بحزن مش طبيعي، لكن بالرغم من كده مش بيعمل اي رد فعل. وبنعرف ان كان في مشاكل بينه هو واخوه ومقاطعه لمده 10 سنين، وبالرغم من حزنه بيمارس حياته بشكل عادي، وده لانه مش بيكابر ومش بيبقى عارف ازاي هيقابل اخوه بعد ما قطعه بعد كل السنين دي. وبعد صراع طويل ما بين حب ستريت لاخوه وما بين عناده بيفوز في النهايه حب لاخوه، وبيقرر ان هو يسافر له علشان يطمن عليه. وبيروح لروز وبيعرفها ان هو قرر يسافر لعمها ومش هيرجع من عنده الا بعد ما يصالحوا وينهي الخلافات اللي ما بينهم. فبتفرح روز انه اخيرا ابوها اتخلى عن عناده وبتقول له ان هي مبسوطه ان انت اخدت خطوه زي دي، بس الاهم هتسافر ازاي وانت حالتك صعبه ومش هتقدر تسوق بسبب ضعف نظرك. وهنا بقى ستريت بيعرف ان روز عارفه بخصوص حالته وبيقول لها لسه مش عارفه اسافر ازاي، بس الاكيد يعني هلاقي طريقه. وفي تاني يوم روز بتتكلم مع ابوها وبتقول له انا عارفه انك اتفاجئت، بس انا عارفه كل حاجه عن حالتك، واي نعم انت خبيت عليا، بس انا عرفت من الدكتور وعرفت ان مش نظرك ضعيف، لا ده كمان عندك مشكله في اعصاب رجلك، والمشكله الاكبر بقى هو ان انا كمان وضعي مش احسن حاجه بسبب حوار الاعاقه ده، وعشان كده مش هقدر اخدك عند عمي، ونظرا لكل الاوضاع دي شايفه انك ما ينفعش تسافر. وبالرغم من ان كلام روز بيبقى منطقي، لكن ستريت مش بيهون عليه ان هو يسيب اخوه في الظروف دي، وبيبقى خايف من فكره ان ممكن اخوه يموت قبل ما يتصالحوا. وبعد تفكير طويل ستريت بيلاقي حل للمشكله اللي هو فيها، وبيقرر اغرب قرار ممكن حد يقرره، وهو انه يسافر لاخوه باستخدام العربيه بتاعت قصه العشب. وبيبقى ده الحل الوحيد بما انه مش هيقدر يسوق العربيه العاديه، والعربيه بتاعت قص العشب مش محتاجه اي مجهود في السواقه. وبتصدم روز من قراره وبتبقى شايفه ان هو قرار مجنون وبتقلق عليه، لكنه بيطمنها ان هو هيبقى كويس وهيروح وهيجي خلال كام يوم. وفي النهايه روز بتضطر توافق على قرار ابوها، وبعد كده ستريت بيبتدي يتحرك بعربيه قص العشب، وبمجرد ما الناس بيشوفوه بيستغربوا وبيبقى غريب بالنسبه لهم انهم يشوفوا حد ماشي في الشارع بعربيه قص العشب، لكن ستريت مش بيهتم بنظراتهم ليه وبيكمل طريقه. وبعد وقت قصير بتظهر اول مشكله في طريق ستريت، وعربيه قص العشب بتعطل منه في الطريق، فبيقف في نص الطريق وبيستنى لحد ما عربيه تعدي، وبيروح للسواق وبيطلب مساعدته. وبيستغرب السواق لما بيعرف ان ستريت بيتحرك بعربيه قص العشب وكمان هيمشي بيها مسافه طويله، ولحسن حظ ستريت ان السواق
بيبقى طيب وبياخده للمدينه علشان يجيب حد يصلح له العربيه، وفي خلال وقت قصير بيرجع ستريت ومعاه الميكانيكي اللي بيتفاجئ من فكره ستريت المجنونه، وبيقول له انت اكيد بتهزر، بقى عايز تسافر من مدينه لمدينه تانيه باستخدام عربيه قص العشب، اللي انت بتقوله ده شبه مستحيل. بس ستريت بيبقى مؤمن باللي بيعمله وبيقول له لا مفيش مستحيل، وانا واثق ان فكرتها تنجح وهقدر اوصل لاخويا في النهايه. وبيفهم الميكانيكي ان مفيش فايده من النقاش مع ستريت وبيصلح له العربيه، وبعدها ستريت بيتحرك من مكانه، وبيبقى ستريت في قمه سعادته انه يتصالح مع اخوه بعد كل السنين دي، وكل ما بيمشي شويه سعادته بتزيد. وفي الطريق ستريت بيقابل بنت بتبقى واقفه في نص الطريق وبتبقى مستنيه اي عربيه تعدي علشان تركب فيها، وبما ان ستريت مش هيقدر يساعدها فبيتجاهلها وكانه مش شايفها. وبعدها بيلاقي ان البنت دي ظهرت من تاني وبتقول ان هي ما لقتش اي حد يساعدها وعلشان كده جت تقعد معاه، وهو يعني تسلي وقته لحد ما تلاقي حد يساعدها. وبيبقى ستريت طيب جدا وبيديها اكل من الاكل اللي معاه وبيقعد يتكلم معاها وبتساله البنت عن عيلته. وهنا بقى الحزن بيظهر على ملامحه وبيقول لها مراتي ولدت 14 عيل، عاش منهم كام؟ 7، وحاليا معرفش اي حاجه عن ال6 التانيين، وده لانهم اختاروا يعيشوا بعيد عنه ومفيش غير روز بنته بس هي اللي عايشه معاه، وهي اللي فضلت جنبه من كل ولاده دول. وبيحكي لها حكايته وانه مسافر علشان يصلح علاقته باخوه ويطمن عليه. وبعد ما البت بتعرف حكايه الستريت بتكلمه عن نفسها وبتعرفوا ان هي هربانه من عيلتها بقالها 5 شهور، وبتبقى شايفه ان اهلها بيكرهوها وعلشان كده هربت منهم. فبيقولها الستريت اسمعي مني وارجعي بيتك، وايا كانت المشكله اللي ما بينك انت وعيلتك هتتحل، وعموما يعني القعده في البيت وسط اهلك احسن من القعده مع راجل عجوز زيي. ونصيحه من راجل عجوز معدي ال70، عيشي حياتك وما تهتميش بكلام الناس ولا اللي بيحصل حواليكي. طب تعرفي بقى ان الناس بيقولوا على روز ان هي متخلفه عقليا، لكنها مش كده وطبيعيه خالص. وبيكمل كلامه عن روز وبنعرف ان بعد موت جوزها كانت عايشه حياه سعيده مع ولادها ال4 وكانت بتهتم بيهم وكل حاجه كانت ماشيه كويس. بس في يوم من الايام روز سابت الولاد مع حد يهتم بيهم لحد ما ترجع للبيت، وقتها حصلت حريقه واحد من ولادها ماتوا، وبسبب الحريقه ديت الحكومه شافت ان روز غير مؤهله ان هي تهتم بالاطفال، وبسبب كده اخدوا منها ولادها ال3 الباقيين. ومن وقتها روز عايشه وحيده مع ابوها وحياتها بقت حزينه ومش بيعدي ولا يوم غير لما تفتكر ولادها. والحزن اللي في قلب روز بيبقى هو الحزن اللي في قلب ستريت اللي كان دايما بيعلم ولاده قيمه العيله، وكان دايما بيجمع لهم عيدان الحطب مع بعض، وكان بيفهمهم انهم لو فضلوا متجمعين زي عيدان الحطب مستحيل حد يكسرهم. وبالرغم من كده كلهم اتخلوا عنه وكل واحد منهم اختار ان هو يشق طريقه بعيد عنه. ويحس ستريت بالحزن لما بيفتكر حياته البائسه، وعلشان كده بينهي كلامه وبيروح ينام في الصندوق اللي موصله بعربيه قص العشب. والصبح ستريت بيتفاجئ بان البت مشيت، وقبل ما تمشي بتبقى جمعت مجموعه من عيدان الحطب وربطتهم كلهم ببعض كاشاره يعني ان ممكن عيلته ترجع تتجمع من تاني. وبمجرد ما بيشوف ستريت مجموعه الحطب بيبتسم بحزن، وده لانه واثق انه مستحيل ولاده يرجعوا له. وبعدها بيكمل طريقه وفجاه الدنيا بتمطر، فبيروح يستخبى في كوخ خشبي موجود على الطريق. بمجرد ما المطره بتقف بيكمل طريقه وبيقرر ان هو مش هيستسلم ومهما كان الطريق صعب لازم يكمل. وفي الطريق بيشوف ست عربيتها عطلانه وواضح ان هي خبطت غزاله وقتلتها، فبينزل وبيعرض عليها انه يساعدها. ومجرد ما بيعرض عليها المساعده الست بتنهار وبتقول له محدش يقدر يساعدني، وضعي صعب قوي، كنت سايقه وفجاه الغزاله ديت ظهرت في وشي وخبطتها وماتت. المشكله مش هنا، المشكله ان ديت مش اول غزاله اقتلها، كل اسبوع تقريبا بقتل غزال في نص الطريق، وللاسف ده الغزاله رقم 13 اللي تموت بسببي. المصيبه ان مضطر امشي في الطريق ده كل يوم علشان اوصل لشغلي، ومعنى كده ان في غزلان تانية هتموت بسببي. وفجأة انهيار الست بيزيد وبتقول له انا بحب الخزلان ومش عايز اذيهم، بس انا مش فاهمه هما بيجوا منين وازاي بيظهروا في وشي بالشكل ده. وبشكل مفاجئ الست ديت بتشتغل عربيتها وبتمشي وهي منهاره من العياط، وبيطلع ان العربيه مش عطلانه ولا حاجه، وكل الموضوع ان فيها اجزاء مكسوره بسبب قوه الخبطه. وبيبص ستريت للغزال كده وبيقول له اسف يا صديقي، نصيبك انك تموت على ايد واحده مجنونه زي دي، واسف برضه على اللي هعمله دلوقتي. وبيقرر يشوي لحم الغزال ده وياكلها لانه كده كده محوش اكل ومضطر ياكل اي حاجه. وهو بيشوف الغزلان بيتجمعوا حواليه وبيفضلوا يبصوا له، فبيقول لهم يعني كنت اموت من الجوع. وبعد ما بيخلص اكل بيكمل طريقه وهو حاطط قرون الغزال على العربيه بتاعته، وفجاه بيفقد السيطره على العربيه وبيحس انه هينطلق على العشب وهتقص كل العشب اللي في الحديقه اللي جنبه، وبيرتبك وبيحاول ان هو يسيطر عليها لحد ما بينجح في النهايه انه يوقفها، وبياخد نفسه بصعوبه وبيبقى مخضوض بسبب اللي حصل. وفي الاثناء
وقتها ديت بيشوف شخص اسمه داني وبيسأله لو كان كويس، فبيهزله السرير راسه وهو مخضوض وبيتعرف عليه وبينصحه داني ان هو يشوف له وسيله سفر، وده لان العربيه اللي معاه مش مناسبه نهائي، خصوصا ان هو مشي على طريق فيه كميه عشب كبير. فبيفهمه ستريت ان هو مجبر يسافر بيها لان بسبب ظروفه الصحيه مش هيقدر يسوق العربيه. وبيبقى داني شخص لطيف وبيتفهم موقفه وبيقرر يصلح له العطل اللي حصل في العربيه. ولما بيعرف صحاب داني قصه ستريت وانه بيعمل كل ده علشان خاطر اخوه، بيتعاطفوا معاه وبيقرروا كلهم انهم يساعدوه، بيستضيفوه عندهم لحد ما عربيته تتصلح. وفي تاني يوم ستريت بيطلب منهم تليفون وبيتصل بروز وبيطمن عليها، وبتفرح روز قوي اول ما بتسمع صوت ابوها، وبتعرفه ان هي كانت قلقانه عليه جدا وبتطلب منه يرجع في اسرع وقت. وبعد كده ستريت بيقعد يشرب قهوه مع داني وبيتكلم داني معاه وبيقول له تصليح العربيه بتاعتك هيبقى مكلف جدا، وعلشان كده من رايي انك تلغي فكره انك تصلحها وانا هوصلك بعربيتي وهنقضي وقت لطيف مع بعض. فبيشكره ستريت وبيقول له انا مقدر انك عايز تساعدني، بس معلش انا حابب ان انا انهي الموضوع ده بنفسي واكمل رحلتي زي ما بداتها. وبيحاول داني يقنع ستريت بكلامه بكل الطرق، بس ستريت بيبقى عنيد جدا وبيصمم على رايه، وبيقرر ان هو يستنى عربيته لحد ما تتصلح. وبعدها ستريت بيتعرف على راجل عجوز مدمن ومش قادر يوقف شرب، وبيتكلم ستريت معاه وبيحاول يقنعه يبطل الشرب، وبيعرفه انه في فتره من الفترات كان زيه لكنه قاوم نفسه لحد ما بطل. فبيرد العجوز عليه بحزن وبيقول له تعرف ان انا كنت جندي وشاركت في الحرب، وقتها شفت كل صحابي وهم بيموتوا قدامي، كان اكتر مشهد مرعب في حياتي، ومن وقتها وانا دخلت في حاله اكتئاب واتجهت للشرب علشان انسى، ولحد الان مش عارف ابطل. وبينهار العجوز وهو بيحكي، فبيقول له ستريت انا مقدر مشاعرك وعارف ان الموضوع مؤلم جدا، بس لازم تقاوم علشان تقدر تبطل. وبيديله طاقه ايجابيه بتخليه يفكر فعلا ان هو يبطل. وبعد كده بيجي الوقت اللي واخيرا ستريت هيستلم فيه العربيه بتاعته بعد ما اتصلحت، بس لما بيروح يستلمها بيتفاجئ بان الميكانيكي عايز مبلغ كبير، وبيبقى مفكر ان ستريت راجل عجوز وهيعرف يضحك عليه، لكن ستريت بيبقى ذكي جدا ومن الصعب ان حد يضحك عليه، وبيقدر قيمه التصليح الحقيقي واللي بتبقى اقل من ربع المبلغ اللي الميكانيكي كان عايز ياخده منه. وبيصدم الميكانيكي واخوه من ذكاء ستريت وانهم ما عرفوش يضحكوا عليه، وبيبقى داني واقف بره يراقب اللي بيحصل وبينبهر من ذكاء ستريت. وبيتكلم ستريت مع الميكانيكي واخوه وبيقول لهم عاوز اقول لكم حاجه اخيره قبل ما امشي، لاحظت انكم طول الوقت بتتخانقوا مع بعض، وعلشان كده نصيحه مني بلاش تعملوا كده وصلحوا علاقتكم قبل ما الوقت يفوت. انا كمان كنت طول الوقت بتخانق مع اخويا وفضلت سنين اتخانق معاه على ابسط الاسباب، وبسبب عندي انا وهو قطعنا بعض لسنين طويله، بس في النهايه قررت اصلح اللي بينا قبل ما اندم، واتمنى ان ما كنتش اتاخرت. مهما يحصل الاخ هيفضل اخ. وبيفضل الميكانيكي يبص له هو واخوه وبيبقى واضح انهم متاثروا بكلامه، وبيقرروا انهم يحسنوا علاقتهم ببعض ويبطلوا خناقه من اول اليوم ده. وبالليل ستريت بيتكلم مع داني وبيعرفوا انه هيمشوا الصبح، فبيتضايق داني لانه خلاص اتعود على ستريت وحاسس انهم ممكن يبقوا صحاب قريبين من بعض، وبيقول له ستريت شكرا قوي انك ساعدتني بالرغم من ان غريب وما تعرفنيش. فبيرد داني وهو متاثر وبيقول له مبسوط قوي ان انا ساعدتك واتعرفت عليك، ويا ريت تبقى تتصل بيا باستمرار، وده لاني مش عايز علاقتنا تنتهي. فبيوعدوا ستريت ان هو هيبقى يتصل بيه وبيودعه. وفي تاني يوم ستريت بيبدا يتحرك من الصبح بدري، وبيبقى داني واقف بيبص عليه من الشباك وهو حزين جدا، وبيقطع ستريت مسافه طويله، وكل ما بيقعد شويه وقت حماسه بيزيد، وبيبقى متحمس للحظه اللي هيقابل فيها اخوه بعد كل السنين دي. وبالليل ستريت بيقرر يرتاح شويه من تعب الطريق، وبيقعد جنب بيت وبيولع نار وبيفضل قاعد حواليها. وهنا بقى صاحب البيت بيخرج يقعد معاه وبيقدم له اكل، وبيعرف ستريت منه ان هو قاعد في المكان ده لوحده، وبيبقى اختار المكان ده بالتحديد لانه هادي بعيد عن دوشه العالم. وبيبقى الشخص ده مستغرب ان ستريت بيسافر بالطريقه الغريبه دي، فبيعرفوا ستريت ان هو مش هيقدر يسوق عربيه عاديه، وفي نفس الوقت ما بيحبش يركب عربيه حد تاني هو اللي سايقها، وعلشان كده بعد تفكير قرر يسافر بالطريقه دي بالرغم من انه عارف ان في ناس كتير هيتريقوا عليه. المفاجئ بقى هو ان الشخص ده بيبقى دكتور، وبيطلع ان هو عارف اخو ستريت، وده لانه شافه في المستشفى من فتره. وبيبقى الدكتور مستغرب، وده لانه اتكلم مع اخوه ستريت وحصل ما بينهم اكتر من نقاش، لكنه ما جابش سيره ستريت ولا مره. فبيقول له ستريت ما تستغربش قوي كده، انا وهو كل واحد فينا كان معتبر التاني ميت، المهم تعرف هو عامل ايه دلوقتي. فبيقول له الدكتور انا ما شفتوش من وقت ما خرجت من المستشفى. وهنا بقى ستريت بيحس بالحزن لانه عايز يعرف اخبار اخوه من شخص غريب، وبيندم لانه ساب الوضع بينه هو واخوه يوصل للمرحله دي. بيبدا يتكلم عن اخوه، وبيعرف الدكتور ان هو كان عايش حياه عاديه سعيده مع اهله واخوه الوحيد، وكانت حياتهم بسيطه، وفضلوا سنين عايشين في المزرعه بتاعتهم مع اهلهم. ومع الوقت كبر هو واخوه وبقى هما الاتنين بيهتموا بالمزرعه، وكان هو واخوه قريبين قوي من بعض ومش بيفترقوا نهائي، وحتى وقت النوم كانوا بيفضلوا يتكلموا لحد ما النوم يغلبهم ويناموا جنب بعض. وبيستغرب الدكتور وبيقول له طب ما حياتكم كانت مثاليه اهي، ايه اللي حصل فيها للدرجه ان انتوا الاتنين تعتبروا بعض ميتين؟ فبيسكت كده وهو بيفتكر الماضي الحزين، وبيقول له الغرور والغضب دخلوا ما بيننا بالاضافه
بالاضافه اننا في الفتره ديت كنا بنشرب، وعلشان كده اي مشكله مهما كانت بسيطه كانت بتكبر، وفي النهايه وصلنا لمرحله ان احنا الاتنين قطعنا بعض. بس ايا كان اللي حصل فانا عايز اصلح كل حاجه وارجع علاقتي انا واخويا زي زمان. نفسي نقعد مع بعض ونفضل نتكلم لحد ما ننام زي زمان. وبيبقى ستريت بيتكلم بتاثير جامد، وعلشان كده بيصعب على الدكتور وبيتمنى له ان هو يحقق اللي نفسه فيه. وفي تاني يوم ستريت بيكمل طريقه، وكل ما يقرب من بيت اخوه بيحس بمشاعر متلخبطه جواه وحيره ما بين ان هو عايز يشوف اخوه، واكيد يعني هيبقى مبسوط لما يشوفه بعد كل السنين دي، وخوفه من رد فعل اخوه واذا كان هو اصلا هيقبل اعتذار ولا لا. وبيفضل في الحيره ديت طول الطريق، وطول الوقت بيفكر في رد فعل اخوه لما يشوفه، وبيحاول ما يخليش الخوف والقلق يسيطروا عليه، وبيصبر نفسه بانه اكيد يعني اخوه اتغير من بعد تعبه، والاهم انه هيقدر انه قطع كل المسافه دي على عربيه قص العشب ووصله بصعوبه علشان بس يصالحه. وبيقطع تفكيره صوت العربيه بتاعته وهي بتخرج صوت قوي قبل ما تعطل، وهنا بقى بيتقفل، وده لانه اصلا متوتر ومش ناقص اي حاجه توتره زياده. وبيفضل قاعد على العربيه ومش بينزل يدور على مساعد زي كل مره، وفي اثناء ما هو غرقان في افكاره وحزنه في شخص بيعدي من جنبه بجرار، ولما بيشوفه وهو واقف في نص الطريق بيفهم ان هو محتاج مساعده، وبيبقى شخص طيب وبيقف علشان يساعده. وبيبقى ستريت وصل خلاص للقريه اللي اخوه عايش فيها، وبعد ما العربيه بترجع تشتغل بيتكلم مع الشخص اللي ساعده وبيعرف ان هو عايز يروح بيت اخوه، فبيقول له الشخص ده امشي ورايا، وبيبدا يدله على الطريق اللي بيبقى ستريت نساه، وده لانه طبعا ما جاش لبيت اخوه من سنين طويله. ولما ستريت بيوصل لبيت اخوه بيقف ياخد نفس وهو خايف من اللحظه المنتظره، وبينادي عليه وهو بره، وبيقف لدقايق ومفيش اي رد، فبيترعب وبيقول لنفسه ان اكيد اخوه مات، وبيبقى لسه هيعيط لكنه فجاه بيسمع صوت اخوه وهو بينادي عليه، وبعدها بيطلع له بره وهو ساند على عكازات. وبيستغرب ستريت من ان اخوه بيتحرك، بالرغم من ان على حسب معلوماته فاخوه عنده جلطه ومش بيتحرك خالص. ولما بيركز بيفتكر ان الدكتور قال ان اخوه قعد في المستشفى فتره، ومعنى كده ان هو اتعالج في الفتره دي. وبيقعد ستريت جنب اخوه ومش بيبقى عارف ازاي هيبدا الكلام ولا المفروض يقول ايه وهيصالحه ازاي بعد كل السنين دي. وبيبقى اخوه نفس النظام ومش عارف يبدا كلام، وبيبص جنبه كده وهو ساكت فبيلمح عربيه قص العشب، وهنا بقى بيفهم ان ستريت قطع كل المسافه دي وهو بيسوق عربيه قص العشب، وبيقول له معقوله انت عملت كده علشاني؟ فبيرد ستريت بكل هدوء وبيقول له ايوه عملت كده علشانك انت يا اخويا، ولو يرجع بيا الزمن هعمل حاجات اكتر من كده علشانك، وما كنتش هسيب علاقتنا توصل للمرحله دي. وفي اللحظه دي اخو ستريت بيتاثر وبيندم لانه ما حاولش يصلح علاقتهم زمان، ومن كتر ما هو بيتاثر بيبدا يعيط والدموع بتنزل من عينه قدام ستريت. ولما بيشوف ستريت وهو بيعيط هو كمان، وانا كمروان اتاثرت بالمشهد ودمعتي فعلا نزلت على خدي، ودموعهم ديت ودموعنا يعني كلها بتغسل كل الخلافات اللي كانت بينهم. ومن اول اليوم ده علاقه ستريت باخوه بترجع من تاني، وبيقرروا يبداوا مع بعض صفحه جديده ما فيهاش اي مشاكل. وبكده تكون رفعت الجلسه. ولو قصه الفيلم ديت عجبتك انا متاكد ان الفيديو اللي هيظهر قدامك ده قصته هتعجبك.